السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. راجعين النهاردة بفيديو عظمة من الاخر. طبعا كلنا عارفين ان اسعار التورت والجاتوهات والكيكات بتاعت بره بقت باسعار مبالغ فيها. طبعا احنا هنعمل حاجة زيها بس في البيت وبتكلفة اقل بكتير قوي قوي من بره. هنعمل كده حاجة زي كيكة التريليتشي او جاتو او تورته. يعني هنطلع في النهاية بنتيجة مرضية. جربوها بطريقتي وهتشوفوا. قبل في الوصفة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وتضغطوا على زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله. اول حاجة حطيت كوباية ونص من الدقيق ونخلتهم، ويستحسن لو تنخليهم مرتين. ظرف كيك شيف او بيكنج باودر، بس يستحسن كيك شيف. ذرة ملح. واول حاجة هنجهزها هو الخليط الجاف ونركنه على جنب. كوباية ونص من الدقيق، باكت كيك شيف او بيكنج باودر، ذرة ملح. بس كده. هنركن الخليط ده على جنب ونبتدي بقى في الخليط السائل. معانا بقى المكون السحري باكت كريم كراميل. تمام، هنجيب باكت واحد بس، ولو انت عايزه تعملي صينيه مقاس كبير 30 في 40 مثلا هتضاعفي الكميه. وهكتب لكم كل المقادير في صندوق الوصف. حطيت الباكت بتاع الكريم كراميل وكوبايه الا ربع سكر، وما تنسوه، ومش قليله ولا حاجه بس عشان الكريم كراميل كمان مسكر. وهي حطيت ظرف فانيليا، يبقى كوبايه الا ربع من السكر، ظرف باكت كريم كراميل، وظرف فانيليا، وكوباية وربع من الحليب. تمام. هنضربهم في الخلاط لحد ما السكر يدوب تماما. وبعد ما السكر يدوب هننزل بنص كوباية من الزيت. طيب ليه ما حطيناش الزيت في الاول؟ الزيت كان هيخلي الخليط يجمد معايا والسكر مش هيدوب. تمام، فاحنا بندوب السكر تماما وبعد كده بننزل بخليط الزيت. بس يستحسن يكون زيت نوعية كويسة علشان ما يغيرليش طعم الكيكة لحاجة تانية. بعد ما ضربتهم في الخلاط والخليط تقل معايا القوام ده، وما تضربيش اكتر من كده عشان هيتقل منك خالص. هم حبة صغيرين وتشوفي القوام. تمام، هنشيل منه كوباية واحدة بس. ولو انت هتضاعفي الكمية هتشيلي كوبايتين. تمام. بعد كده هنضيف بيضتين على الخليط دوت. خلي بالك معايا في المقادير كويس قوي علشان لو لخبطتي فيها هتقلب حاجة تانية. وهكتب لكم كل المقادير في صندوق الوصف. تمام. حطيت بيضتين وضربتهم كويس جدا. بعد كده نزلت بالخليط على الخليط الجاف بتاعي، ونزلت بشوية بشوية. تمام. وفضلت اقلب كده بالمضرب. ولاحظت ان الخليط السائل كان قليل شوية، رجيته بشوية مية. مش لازم يعني نحط حليب تاني، لو انت عندك حليب بزيادة حطي، بس انا رجيته يعني عشان استفيد باللي في الخلاط. وزودت لحد ما وصلت للقوام اللي انتوا شايفين ده، قوام الكيكة العادية خالص، ما فيهاش اي صعوبة. تمام. جبت القالب بتاعي كان مدهون شوية زيت مع تعفير الدقيق كده عشان ما تلزقش. وحطيت الخليط بتاعي كله. وبعد كده فرغت الهواء بخلة سنين عشان تكون المسامات بتاعتها ضيقة. تمام. نيجي بقى للتسوية. لو انت الفرن بتاعك حامي زي حالاتي، احنا هنسويها المفروض على درجة حرارة 180. لو انت بقى الفرن بتاعك حامي هنعمل ايه؟ هنرفع الشبكة لفوق، وبعد كده نحط الصينية بتاعتنا ونهدي النار على اهدى حاجة. ما نخليش الشبكة قريبة للنار عشان ما تتلسعش من تحت وتاخد لون وهي لسه نية. نيجي بقى لصوص التشريب. عندي كوباية لبن. هحط عليها معلقتين كبار من الكريم شانتيه. يبقى احنا كل اللي هنجيبه زيادة من بره على مستلزمات الكيكة باكت كريم كراميل وباكت كريم شانتيه. تمام. وينفع الكريم شانتيه سايب اي حاجة. انا هنا ايه يعني ممكن اسقيها كمان بحليب، بس انا هنا عايزاها اديها غناوة شوية عشان يعني تديني طعم جميل وحلو قوي. بعد بقى ما طلعنا الكيكة قعدت 40 دقيقة في الفرن. تمام. ونيجي بقى لخطوة التشريب. خطوة التشريب لازم تكون الكيكة باردة تماما.
لو سخنت وانت حطيتي الصوص دوت هيتعجن معاكي خالص. هي باردة خالص مش سخنة خالص، وما نستعجلش عليها. تمام. بعد ما بردت معايا رحت سقياها بالصوص الجميل دوت. انا حطيت كريم شانتيه عشان يديها لي غناوة شوية. وبعد كده بقى ايه، هجيب الكوباية اللي احنا شلناها، مش مهم نسيبها تتشرب، هي كده كده هتتشرب مع نفسها في التلاجة. هنجيب الكوباية اللي احنا شلناها بقى ونحطها كلها كده على الكيكة بتاعتنا. شايفين بقى الحلاوة؟ ونبتدي بقى نوزع الخليط دوت. لعلمكم الكيكة دي هتغنيكوا عن جاتوهات بره والتورت والحاجات ديت. دي حاجة احنا بنعملها في البيت بتكلفة اقل، وهتدينا نفس النتيجة، وهتغنينا عن بره خالص يعني. تمام. بعد ما وزعت الخليط كله كده، وما تخافوش الخليط مش كتير ولا حاجة، يعني احنا عايزين نديها كده طبقة حلوة محترمة يعني. والسكر بتاعها يبقى مظبوط جدا، لان انا عندي الكريم كراميل مسكر، وانا حطيت كوبايه الا ربع، فهيكون السكر مظبوط. لو انت بتحبوها مسكره جدا حطوا كوبايه يعني، بس مش اكتر من كده. طبعا بصوص الكراميل اللي جاي مع باكت كريم الكراميل هزين بيه، مش هنركنه يعني، هنزين بيه وهنستغله. تمام. حطيته كده بطريقه عشوائيه او دائريه، اي حاجه مش هتفرق. يبقى احنا اتكلمنا في التسوية وقلنا هنسيبها 40 دقيقة على نار هادية، ونكون مسخنين الفرن مسبقا. لازم نسخن الفرن والكيكة تخش على فرن سخن. يعني انا بفتكر حاجات كده معاكم بقولها. تمام. ورحنا بقى مزينينها كده بخلة السنان، حركات عشوائية برضو. وشايفين الشكل الجمالي؟ بذمتكم تورته دي ولا مش تورته؟ شايفين الحلاوة؟ وبعد كده بقى يستحسن ان احنا نسيبها تسقع في التلاجة وتاخد وتدي كده مع نفسها، تتشرب من الصوص اللي احنا حطيناه والصوص اللي على الوش. وشايفين الشكل؟ يعني الصمت في حرم الجمال جمال. صدقوني وطلع طعمها تحفة جدا جدا، يعني تاكلي منها ما تشبعيش. ولو انتوا عدد افراد اسرتكم كبير، كبري القالب وضعفي المقدار. هنا بقى بعد ما سقعت معايا ودخلتها التلاجة، والصوص بتاعها جمد شوية، لما بتكون ساقعة بتكون احلى بكتير. شايفين شكلها من جوه عامل ازاي؟ يعني جميلة ومتشربة من بعض وناعمة، وبصوا احلى من الجاتو. ولو عجبتك بقى الوصفة دي ما تنسينيش بقى بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد انا بعمله. شايفين الشكل والجمال؟ والف هنا وشفا.